حزب على الأرض وعلى الطبيعة، حزب كل الدنيا بتحبه، حزب كل الناس بتشجعه، حزب هو كان الأول لنفوس الناس في هذه الفترة. وأحمد الله من يوم وإحنا ماشيين وفي إنجازات وتطوير لما يراه الجمهور وما يحفظه عن ظهر قلب. إلا إن الأحداث برضه الأخيرة اللي مرت على العالم مثل حرب أوكرانيا وروسيا والتدخل الأمريكي في بعض الدول في الشرق الأوسط جعل المنطقة مهزوزة بعد الوقت. إلا إن شاء الله اللي جاي أفضل وأحسن، ونتمنى هذا في إننا نوافق على ترشيح السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو حبيب الكل، وكل من يوافق عليه فهو مخطئ، إلا إننا درسنا كل الأوضاع الخاصة والمحيطة به، وقلنا إنه أفضل شخصية للرئاسة القادمة لكي يكمل ما بدأه من أعمال في مصر. أنا من مؤيدي ترشيح السيد عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، وأؤيده بكل شدة وأقول له نعم يا رئيس. الحاج خميس الكل دايما حزب مستقبل الوطن حزب له تأثير في الشارع وله مكانة في قلوب المصريين في رشيد. حدثنا عن أهم الأحداث الحالية المطلوبة خلال الفترة القادمة من حزب مستقبل الوطن لصالح الوطن والمواطن. كانت أول الطلبات للجمهورية كلها ومن حزب مستقبل الوطن هو أن الإنسان في دايرته وفي جمهورية مصر العربية يشرب مياه نظيفة، الكهرباء تبقى موجودة. انتشر في الفترة الأخيرة دي إنشاء مراكز الشباب كله بينمي مهاراته فيما يحبه. ولذلك يعني مثلا عندنا في رشيد كان عندنا نتاج السياسة ونتاج الحرب ونتاج ثورة الإرهاب اللي حصلت عندنا، وكان رئيسها وزعماء الإخوان المسلمين. دي أثرت تأثير سيء وجعلت المنطقة متأثرة في بعض البنية التحتية، ومنها على سبيل المثال هو الشارع منطقة هنا حاجة. الله يكرمك. اتفضل يا حلوين. إلا إن تأثير هذا جعل الشارع عنده خوف وانقباض نفسي، إلا إن إحنا مبشرون بأمر الله إن كل ما يريده أي شخص إن شاء الله يتحقق بعد الوعي اللي مرت على العالم. إحنا دلوقتي مبقاش عندنا بالنسبة للإنارة والمياه خلل، إلا إنه في بعض الأحيان تصليحات أو صيانة لجزء من المياه مثلا أو تخفيف أعمال بالنسبة للكهرباء. إلا إن كل ده بأمر الرحمن الرحيم سيتم تجاوزه في حالة ترشح واختيار السيد الرئيس مرة أخرى لهذا الكرسي. دايما بنشوف إن الأحزاب وأعضاء الأحزاب خلف الدولة. دور حزب مستقبل وطن في خلف الدولة إيه؟ مستقبل الوطن زي ما انت سامع وشفت في كل حته نشدة، وبالتالي انت زرت جميع المقرات. مستقبل الوطن بيحب الرئيس، مستقبل الوطن عاشق للرئيس، مستقبل الوطن هو المنادي الاول والمبايع الاول لرئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي الى مركز رئيس الجمهوريه. ولم يترشح أحد من الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ونحن كلنا وراءه ونسانده.
وأبو مساند احنا بنحبه، وريس يعني من تمنى لا تعالي ولا تكبر، بينزل الكبير والصغير على الأرض عشان يسلم عليه. هنعوزه أحسن من كده ما شفنا، ويبعد عنا المخربين أمثال الإخوان وأمثال داعش. وقدر السيسي يشيل لنا داعش من مصر نهائي، قدر يخش لنا سينا من الوباء اللي كان فيها، من الشخصيات القذرة اللي كانت لمامة المجتمع، ويتم وضعها في سينا لتخريب مصر. دعما وتأييدا بالرئيس عبد الفتاح السيسي من حزب مستقبل وطن ومن أعضاء مستقبل وطن، نيابة عن المحاسب محمد عبد الكريم الكلة وشهرته خميس الكلة أمين حزب مستقبل وطن برشيد، كان معكم سمير أبو السعود.